السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة كوكيز زي ما انتوا شايفين كده بقطع الشوكولاتة، حاجة كده طعمها وريحتها تحفة. والأحلى كمان من كل ده ان هو سهل وسريع جدا جدا. عملت منه بشكلين مختلفين، عملت اللي فيه قطع الشوكولاتة من جوه، وعملت منه اللي فيه قطع الشوكولاتة على الوش. هسيب لكم المقادير بالظبط مكتوبة في صندوق الوصف، وتعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا نص كوباية من السمنة، تكون طرية او بدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليها نص كوباية من السكر البودر. هضرب السمنة مع السكر كويس بالمضرب الكهرباء، ممكن كمان مضرب يدوي. ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن كمان بمعلقة او بشوكة هتخلطي السمنة مع السكر، تدخليهم مع بعض كويس قوي وتضربيهم كده شوية لحد ما تحسي ان الخليط بقى لونه فاتح كده ويشبه شوية الكريمة. شايفين كده شكل السمنة مع السكر؟ هو ده الشكل اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى هضيف عليهم بيضة واحدة ورشة صغيرة من الفانيليا، وهرجع تاني اخلط المكونات مع بعض. مجرد بس ما البيضة تندمج وتدخل في بقية المكونات اللي قبل كده. دلوقتي بقى خلاص هشيل المضرب خالص، وهبدأ ان انا اضيف الدقيق. عندي حوالي كوبايتين من الدقيق، ممكن استخدمهم كلهم وممكن لا، على حسب ما العجينة تاخد معايا. وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وضفت هنا اول كوباية بس من الدقيق، وهبدأ ان انا اخلط المكونات واشوف بقى الكوباية التانية هحتاج منها قد ايه. انا تقريبا احتاجت كوبايتين الا ربع. بدخل كده الدقيق مع بقية المكونات، ما بعجنش خالص علشان الكوكيز ما يطلعش ناشف. مجرد بس ان الدقيق يختفي، وبعد كده ببدأ انزل شوية تانيين من الدقيق. هنا خلاص كانت العجينة اتظبطت معايا، وفاضل عندي حوالي ربع كوباية من الدقيق انا مش محتاجاها. بصوا العجينة كده متماسكة، بقدر ان انا اشكلها. عندي هنا بقى قطع من الشوكولاتة. انا مستخدمة شوكولاتة بالحليب علشان يكون طعمها حلو. مستخدمة نوع كويس. مكسراها كده مكعبات. بعد كده هاخد بقى قطع كده من العجينة اللي انا عملتها دي، هكورها بالشكل ده واحط عليها قطع الشوكولاتة من فوق. بضغط كده على الشوكولاتة كويس علشان تثبت في العجينة. طبعا انا عايزه اقول لكم ان دي مش الطريقه الاصليه للكوكيز، بس الطريقه دي طعمها حلو جدا وعجبتني، وحسيت ان هي اقتصاديه شويه اكتر من طريقه الكوكيز الاصليه. جربوها هتعجبكم جدا. هنا بقى في اخر 3 عجنتهم، عجنت العجينه نفسها مع قطع الشوكولاته بحيث ان الشوكولاته تكون من جوه. قلبتهم كده مع بعض، وبرضو عملتها بنفس الطريقه كده، كورتها وضغطت عليها. طبعا قبل ما ابدا ان انا اشكل في الكوكيز كنت مشغله الفرن عشان يسخن على درجه حراره 200. اخد معايا في الفرن تقريبا حوالي ربع ساعه، مش اكتر من كده. خرج عندي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، لونه حلو جدا. انا ما فتحتش الشوايه ولا حاجه، هو اخد بس كده لون بسيط من تحت.
وخرجته على طول. عايزه اقول لكم بقى ريحته كانت قلبة الدنيا وطعمه تحفه. كمان زي ما قلت لكم مستخدمه شوكولاته نوع حلو، انا مستخدمه جولدن باك، عطياله كمان طعم حلو جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.